يرى النجم طبعا الذي اصيب، وايضا غياب نستروي يعني الحقيقه صفقات وتدعيم واول اهداف في اللقاء، وبالفعل على موعد، لكن العلاقه كانت قويه. شوف حضراتكم راؤول يمكن بالكربونه الهدف ده، وان كان طبعا من زاويه اخرى كان سجل هدف الفوز في الريسنج من تصليحه ايضا راسيه، لكن وفتح لنفسه زاويه التسديد واسكنها في مرمى فريق ريال بيتيس. ادي امامنا الكرات العرضيه، وادي الحارس ريكاردو قطع قاتل، والثاني عن طريق النجم هونتالر. هذا المدرب شافارو الذي تحدث حول يعني خطأه في عدم الدفع بريكاردو واعطاء الفرصه لكاستو، ولكن ريكاردو يخطئ خطأ قاتل، خرج بشكل استعراضي فدفع الثمن غالي. امامنا هنا الكره من اللاعب هاينزي، شوف حضراتكم الكره العرضيه، وادي خطأ قاتل من الحارس ريكاردو، وادي التمركز. شوف حضراتكم طبعا من احد النجوم واحد الرموز واللاعب اللي بيملك 36 لقاء دولي و10 اهداف وراسيه. خلاص الراجل عرف الطريق. طبعا يحمل الجنسيه التركيه ومثل تركيا. شوف حضراتكم الكره العرضيه من سيرخيو راموس، لا وجود لرقابه، لا اللاعب خوان البرتو ميجي موجود ولا اللاعب ارزو موجود، يطلع في الحراسه ويعمل راسيه الى وجه ويعني جسم الحارس كادياس بعد ما كان يعني اضاع الكره. وادي كره حلوه ادي امامنا اهو، ادي الهدف الماركه المسجله، سجل بهذه قدوه. شوف حضراتكم الكوره، شوف النقله، شوف المهاره اتلعبت له ازاي، وباللمسه الواحده يا سلام يا مارسيلو، عملها له حلوه قوي، وراؤول يخطف بقى بقدمه، او كما قال النجم سابيولا. اقول لحضراتكم بعد ما تشوف هدف راؤول على هذه المره، ادي امامنا راؤول، مش ممكن الهدف رقم 13 ليه في مسابقه الدوري، وادي امامنا على الطريقه الخاصه، على طريقته الخاصه له احصانا للاهداف في هذه المباراه. حضراتكم التحرك مش رقابه تماما، يعني مدافعين النهارده متواضعين جدا. شوف راؤول، شوف التمريره، ادي امامنا ميمت اويرليو لا يضغط لا يراقب، وهنا يعني راؤول يضحك على دفاع ريال بيتيس على المدافع ميجي ويلعب الكره واحده. كان ادار اللقاء اللي كانوا خسروا 2-1 امام بيتيس، وهناك الجديد عن طريق اللاعب راموس، لم يهدأ له بال طوال الشوط الاول، يكون متواجد. شوف حضراتكم الكره الثابته، شوف الدفاع فين الدفاع والحارس ريكاردو. ادي امامنا هاينزي الذي صنع الهدف الحقيقه اللي سجل منه النجم هونتالر في هذه المباراه الهدف الثاني، ويصنع لراموس هذه الكره، وراموس يسجل البيتيس 6-1 شوط اول. اعتقد شوط ثاني قد نرى فيه المزيد والمزيد.